السلام عليكم إخواني أخواتي المغاربة. معكم بن سليمان محمد طه، بلادنا .com. كما كنعرفوا المواقع الإلكترونية ولات من أكبر المواقع المتداولة عالميا، ولذلك خرجنا للشارع باش نسولوا المواطنين المغاربة على شنو هما المواقع الإلكترونية المفضلة عندهم. خليكم معنا نسمعوا الآراء ديالهم. خصوص المواقع اللي كنتصفحها يعني غالبا يوميا هي اولا موقع اسبريس، لانه كيزودني واحد مجموعه المعطيات على الواقع السياسي بالمغرب عموما، مستجدات اللي كنوجدها يوميا، اضافه للمواقع المحليه مثل موقع ويكيليكس، وبعض المواقع المحليه على مستوى تطوان نيوز، هبه بريس، اضافه لبعض المواقع الاخرى. بالسلام. انا كيعجبوني المواقع تاع الاخبار بحال بلادنا، بحال اخبار اليوم، بحال الوطن. اغلبيه كندخل المواقع المحليه اللي منهم ويكيليكس مارتين، واللي دابا عدلت راديو مارتين اللي معروفه محليا. كندخل مارتين ميديا، واللي من هذا المنبر كنحيي الرئيس ديالها اللي هو معنا. كندخل المواقع يعني تطوان، خصوصا صفحه قالها الشريف عزيز العمراني وغنيه عن التعريف. كندخل قناه تطوان، كندخل نسبريس، ومواقع وطنيه اغلبيه كندخل المرصد وراس المغربيه. كندخل بعض المواقع اللي هي مرباط وكازا، اللي بالضبط ما عارفاش اسمها حتى المواقع بزاف كيتخربقوا لي الاسماء. هادشي اللي نقدر نقول بالتوفيق للجميع. تحيه الاخوان في موقع بلادنا. اغلب المواقع اللي كنتصفحها الفيسبوك او موقع التواصل الاجتماعي، اولا كندخل بدون انحياز، كنصفح ويكيليكس، مورا مارتين ميديا وبريس تطوان. المهم القنوات اللي كندخلوا لها دابا الاخبار اللي الشامل اللي كيجيو في فيسبوك وفي الواتساب زعما مهمين، كيعطيونا الاخبار الشامل بالتفصيل. شي حادثه زعما الا وقعت شي نص ساعه كتكون تالونسات في فيسبوك، وفي مثلا بحال بلادنا، بحال جريدتنا، بطولاتنا، عاود كتكون هذيك الاخبار عاود الكره كاملين، ديك اللي مخبى وديك المهم فهمتي، ماشي بحال قنوات اللي كيبانوا في التلفزيون ما كيبينوش ديك المخبى فهمتي. عندي اسبريس، وديجا عندي في لابليكاسيون في التليفون هي اللي كندخلها. فوالا كتجيني ما فيهاش هذوك، ما تيقولش لك ادخل الرابط فهمتي، تدخل ديريكت، ما كاينش دي بروبليم. وحاجه اخرى الاخبار اللي تيقولوا تتكون دونك 100% جوست، تتكون هي. المهم بعض المواقع اللي كنتصفحها كل يوم، مجموعه ديال المواقع، منها اولا المواقع المحليه كراديو مارتين، هبه بريس ديال تطوان، كانال الشمال ديك كانال تطوان، بريس تطوان، واحد مجموعه ديال هما بعض المواقع الوطنيه كهبه بريس، كنادور سيتي الى غير ذلك. انا تندخل ماروك اسبريس وتنشوف فيها الاخبار ديال اليوم، يعني كلشي مزيان فيها، كلشي كاع اللي كيقولوا راه. بالنسبه للصحيفات اللي كنشوفهم انا، كنشوف اخبار اليوم حيت كتقوم بنشر اخبار جديده. كنشوف حتى بلادنا حيت عندها واحد المصداقيه وكتقوم بنشر عاود اخبار جديده واخبار وفيديوهات مزيونه، وكتهتم بالشباب المغربي بزاف والحيوانات وداكشي. كندخل بزاف د المواقع نما التيفي وبلادنا، حيت كيكونوا فيهم برامج اللي كتفهم شنو واقع فيهم، وتقدر تستافد منهم وتفهم شنو كاين في هادشي. اللي المواقع اللي كندخل لها كاينه اسبريس هي اللي معروفه، كاينه ديك شوف تيفي تامه، واخا ولات ديك شوف تيفي كتبان لي عندها توجه تشاي سياسي، مابقيتش كنثيق فيها 100% الصراحه. هادشي اللي دا بغينا شي مواقع ديال الثقافه مثلا. يوسف ما تضحكنيش. بالنسبه للاخبار دابا كلشي جا كيتلونسا في الفيسبوك، كنديو غير من ديك الفيسبوك وصافي. بالنسبه للاخبار صافي، ماشي مواقع اخرى. ما اسماء ديال المواقع بزاف كاين. عيب دابا نقولوا اخبار تطوان، قناه تطوان،
بصراحه كندخل بزاف من المواقع ديال المغرب الاخبار، ولكن هيسبريس هي الموقع اللي عندي مفضل ديالي انا، وموقع بلادنا هيدا، وتحيه لمحمد السادس. شكرا.